المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجالية الإريترية في جدة بالمملكة العربية السعودية تقيم مهرجانها السنوي. البلاد تحيي 24 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري. تنظيم دورة تدريبية للمعلمين الجدد في مديرية سورانا بالإقليم الجنوبي. كينشاسا وحركة M23 توقعان خريطة طريق جديدة للسلام. ترامب يدرس صفقة لبيع السعودية مقاتلات F-35. لاوس وكوريا الشمالية تعززان علاقاتهما الثنائية من خلال التعاون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيم المهرجان السنوي للجالية الإريترية في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 حتى 15 من نوفمبر الجاري. وتضمن المهرجان الذي افتتحه القنصل العام بجدة السيد عبد الرحمن عثمان تضمن معرضا للوحات الفنية والمواد التراثية والثقافية وبازارا للمنتجات والحرف اليدوية الإريترية ومواد فنية مختلفة. وشارك في المنافسات الرياضية التي نظمت بهذه المناسبة شباب وأطفال من مختلف الفئات العمرية بحسب المصادر الواردة من الجالية الإريترية بجدة. أجرى المدير العام لقسم الدوائر بوزارة الشؤون الخارجية السفير ستيفانوس هبتماريام سيمينارا حول الوضع الراهن في البلاد ودور المواطنين ومساهمتهم، فضلا عن التطورات الإقليمية والعالمية. وقدم السفير ستيفانوس عرضا شاملا عن برامج التنمية الجارية وتقدمها، وأشاد بمساهمة المواطنين المقيمين في المهجر في دعم البرامج الوطنية، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيواصلون ذلك من خلال رفع وعيهم وتعزيز وحدتهم في هذه المرحلة المبشرة التي تطل على البلاد. من جانبهم أكد المشاركون أن قلوبهم وعقولهم مع بلدهم وشعبهم وحكومتهم وجيشهم الباسل. شهدت مدينة مندفر فعاليات إحياء 14 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكر الذي يجري للمرة 24 على مستوى البلاد تحت شعار إيصال خدمات معالجة داء السكري في أماكن العمل. ودعا رئيس الجمعية الوطنية لمرضى السكري الدكتور قيتو أم برهتو في كلمته التي ألقاها في المراسم المصحوبة بمسيرة أقدام قام بها المواطنون والطلاب إلى جانب فعاليات فنية وتوعوية، دعا المجتمع لاتباع نظام غذائي متوازن والمحافظة على اللياقة البدنية للوقاية من الأمراض المزمنة خاصة داء السكري. وذكر أن أكثر من نصف مليار شخص يعاني من مرض السكري على مستوى العالم، فيما يوجد حوالي 100,000 مواطن يعانون منه داخل البلاد، مشيرا إلى أن عدم المحافظة على نظام غذائي منتظم وعدم الممارسة الرياضة هي من أهم المسببات التي تعرض للإصابة بداء السكري. وأفاد مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور مانويل محرتاب بدوره أن 72% من أسباب الوفيات في الإقليم هي الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ونصح المواطنين لتجنب الإصابة بوعي، حيث يصيب مرض السكري بشكل خاص الأعضاء الداخلية في الجسم تدريجيا، والتي بدورها تهدد حياة الإنسان وتسبب الوفاة. وذكر رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ ولداي جابري وسكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أميتة نقوس الجهات المعنية ذكرا لتنظيم حملات توعوية لرفع معرفة المجتمع، حيث تساهم المحاضرات التوعوية في مكافحة المرض وتجنب تبعات المرض. وأكد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد قلاب تسفاس اللاسم أكد أن إدارة الإقليم تساهم في جهود القضاء على العادات الضارة التي تعرض الإنسان للإصابة بالمرض من خلال إحداث تغييرات سلوكية، حيث أن مرض السكري لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل يؤثر سلبا على إنتاجية المواطن. وتم عرض أعمال فنية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وأقيمت مسابقة معلومات عامة بين الطلاب. في غضون ذلك تم إحياء ذكرى هذا اليوم العالمي لداء السكري أيضا في إقليمي جنوب البحر الأحمر والأوسط.
نظم مكتب التعليم في مديرية سورونا يومي 10 و11 من نوفمبر الجاري تدريبا ل60 معلما جديدا تم تعيينهم من الكليات، وتضمن التدريب أساليب التخطيط التعليمي وإدارة الفصول الدراسية وطرق تعيين الطلاب، بالإضافة إلى طرق التدريس وتفاعل الطلاب داخل الفصل. وحث مسؤول المكتب الأستاذ سلطان جبريوناس في كلمته المتدربين حثهم على القيام بمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفاني، لأن مهنة التدريس تعتبر مهنة إنسانية عميقة وتحمل مسؤوليات جسيمة. وناشد المتدربون من جانبهم على ضرورة استمرارية التدريبات لما لها من أهمية كبيرة. من جهتها نظمت الجمعية الوطنية للمكفوفين محاضرة في كرن يوم 14 من نوفمبر لمساعدة أعضائها على التغلب على العقبات وتحسين سبل عيشهم. وأوضح مسؤول المشاريع بالجمعية السيد يوناس ولد يوهنس أن تحرير المكفوفين من الاتكالية والعمل على تمكينهم اقتصاديا، والعمل أيضا على زيادة مشاركتهم الشاملة وتوعية المجتمع بهم من بين القضايا التي تركز عليها الجمعية. وذكر المكفوفين بضرورة تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم الاقتصادية، وحث على مساهمة كافة شرائح المجتمع في تعزيز المشاركة فيها. دعا المشاركون على ضرورة تنظيم مثل هذه المحاضرات لأنها من شأنها أن تعزز معارفهم الحالية. تم إصلاح الطريق الترابي من أسماط إلى حلحل بمشاركة أفراد الجيش الشعبي. وأفاد السكان أن الطريق الذي أصبح صعبا على حركة المركبات بسبب فصل الصيف الممطر أثر سلبا بإعاقة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. قال قائد وحدة الجيش الشعبي التي تشارك في العمل إن الطريق من كرن إلى زارا متوقف منذ أكثر من 4 أشهر بسبب تدهور الطريق، وأنه يتم العمل على صيانته التي ستتم في وقت قريب بفضل المبادرات المتخذة. وأعرب المشاركون عن ثقتهم بأن شركة حارات للنقل ستبدأ خدماتها في أقرب وقت ممكن مع انتهاء أعمال صيانة الطرقات. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 المدعومة من رواندا في الدوحة وقعت إطار عمل جديد نحو السلام ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمر شرق الكونغو. تم التوقيع على الاتفاق المسمى إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في العاصمة القطرية وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر. سبق أن وقع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكاته واتهم الجانبان بخرق الهدنة. وفي يوليو وقعت سلطات كينشاسا وحركة M23 إعلانا مبدئيا في الدوحة لوقف إطلاق النار عقب اتفاق سلام وقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا نهاية يونيو في واشنطن. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس طلبا سعوديا لشراء مقاتلات الشبح F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، مشيرا إلى أن الرياض تسعى للحصول على عدد كبير من هذه الطائرات. ويأتي هذا الإعلان عشية استقبال ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين الجانبين، واصفا اللقاء بأنه أكثر من مجرد اجتماع. شرعت لاوس وكوريا الشمالية في تعزيز شراكتهما باتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات متنوعة.
وتبرز المحادثات الدبلوماسية الأخيرة حقبة من الالتزام المتجدد، حيث يركز البلدان على تعزيز التبادلات في مجالات رئيسية مثل التعليم والرياضة وكذلك السياحة والعلاقات السياسية. يأتي هذا التعاون المتعمق عقب عدة لقاءات رفيعة المستوى، بما في ذلك مشاركة لاوس مؤخرا في احتفالات بيونغ يانغ الكبرى، مما يعزز أهمية هذه العلاقة. في الخبر الأخير، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه اعترض وصادر ناقلة النفط تالارا بعد قرار قضائي في إيران بحجز حمولتها، وذلك عقب أنباء عن احتجاز إيران ناقلة ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة تالارا كانت تحمل 30,000 طن من البتروكيميائيات ومتجهة إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى إيران للتحقيق. وذكر أن التحقيق أظهر أن الناقلة المصادرة تالا مخالفة للقوانين وتحمل شحنة غير مصرح بها وفق تعبيره. وسابقا قال مسؤول أمريكي أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، وحولت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية في أول حادث من نوعه منذ شهور في هذا الممر البحري الاستراتيجي. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الجالية الإريترية في جدة بالمملكة العربية السعودية تقيم مهرجانها السنوي. البلاد تحيي 14 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري. تنظيم دورة تدريبية للمعلمين الجدد في مدينة صورة بالإقليم الجنوبي. كينشاسا وحركة M23 توقعان خريطة طريق جديدة للسلام. ترامب يدرس صفقة لبيع السعودية مقاتلات F-35. لاوس وكوريا الشمالية تعززان علاقاتهما الثنائية من خلال التعاون. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.